الالوان الفسفوري في هذه الليله من نصيب الفريق الزوجي. ابدعوا ايها الاولاد، هي ليله من اجل المتعه، هي بدايه وحكايه وقصه لا قوانين خاصه، هي احداث كره قدم تجمع بين عملاق خط الساحل الصواب التاريخي الذي ما زالت تعاند الالقاب والبطولات في الآونة الأخيرة، ولكن نصف تواريخهم يعادل تواريخ أندية ومراكز الشباب متجمعة يا سادة. هذه الصواف يا بابا، تروح الكرة عبد الكيسو الرواق الأيمن وضربة حرة لصالح عباس. عباس رمزي واحد من أفضل اللاعبين المقاتلين في هذا الجيل. مصطفى حامد على تنفيذ مايسترو منتصف الملعب. مصطفى على التنفيذ بيفكر بيدور الباص الشهيرة، استنى المعلومة القصيصة المدورة، الركنة، الكورة في الانطلاقة، هو التحولة ينطلق من اليمين يعدي يفوت تمر الشاء، اغلقت المنافذ والمساحات، بيسو يرفع الرهان، عبد الله الحارس الامين تناقل الكرات من الخط الخلفي. تروح الكورة عباس يرجع عند عبد الله الجرحي الذي تصدى للعديد والعديد من ركلات المعاناة التي حملت هذا الفريق على طريق الألقاب والبطولات كثيرا وكثيرا. هذا الولد الشاب الناشئ وليد يلعب كرة عند مفتوح في المنطقة الدفاعية، تناقل كرات في أبناء زاوية البحر، عرض رائع إلى الآن، يمشي الكرة عند مصطفى في وسط الملعب. مصطفى يدور على الباص يلعب لتوحة الواد تسري على الانطلاقه من اليمين، السندبيسو عند التشوي يلعب الواد توحة هو ما يعديش من فم، يقاتل بالروح ياخدها 10 خطه، يلعب كرة في الشمال الانطلاقات المرتدات، ربما هناك جول ربما هناك احتفال من اي من الفريقين، ولكن هو وليد يمسك الكرة في مشروع مرتده، يمشي وليد يتقدم وليد ينطلق وليد يلعب بيسو عرضيه، العرضيه قصيره المدى يصبح ما افسده بيسو الولد توحة، والديشو يتحصل على ضربه حره في وسط الملعب. نضحك بكل تاكيد بمعالي المستشار اكرامي يوسف في حضوره المدرب في بلده الاول وليس الثاني زاويه البحر. تمشي كوره عند دندة لاعب الصواف اللاعب المهاري الذي يمتلك العديد والعديد من الامكانيات، يلعب عند رزق المدافع القوي المتين، يمشي عند دندة المتحرك الصحيح، هو دندة الكوره تقدم وتغني، يلعب كوره انطلاق عبد الرحمن يعدي يمتلك عبد الرحمن، ولكن عباس في المكان والزمن. إشارة من الدولي كابتن حسن شف ناحية الألوان الفسفوري أصحاب الأرض والجمهور، والتماس بنصيب أبناء الصواف. ألم يتماس لصالح أبناء الصواف. ماذا تتمنى زاوية البحر في هذا السيزون وهذا العام؟ كل البطولات التي تم تنظيمها وتصويرها ومرت إلى لم التماس. كل البطولات التي تم تنظيمها هذا العام زاوية البحر من قبل النهاية توقع أيضا أبناء الصواف الكرة تعاندهم عن تبين. تمشي الكرة في الشمال عند وليد الكنترول 1 على 1، هي كرة هي، ولكن ما يعديش من الولد المدافع رزق، والكرة في رمي التماس. رمي التماس عشنا مع كرة القدم أياما وليالي لا تنسى. زاوية البحر والصواف حكايات لن تمحى من الذاكرة، أيام سعادة بالغة. البطولة كانت تقام في الصواف، نسير سيرا على الأقدام من أجل الاستمتاع. منها تلك الأيام. الكرة في رمي التماس من الجانب الأيسر لفريق الصواف، كرة في وسط الملعب عند العباسي ياخدها ديشو يلعب في اليمين يعطي يلا جول يضيع الكورة وأحلى كورة الدوحة يضيع الهدف الأول. الكورة مع القائد 1-0 اوت 1-0 بيضاء دوحة. تمشي الكورة في ضربة مرمى. اسمي مركز شباب زاوية البحر جميعا بترحب بالاستاذ محمد عطله سعيد الممثل لزاويه البحر في جميع الحفل الرياضيه على مركز كوم حماد فيما مضى، ورئيس نادي زاويه البحر. احنا يا جماعه سعداء بك يا استاذ محمد عطله. في عربيه بيضاء 18 93 صاحبها بعد اذنه يطلعها بره.
نرجع لاحداث المباراه المنتهيه. الهدف الاول يضيع على ابناء زود البحر بتمريره ساحره من الولد بيتسو اللي يضع توحه امام المرمى وجها لوجه مع شبره. اضرب يلا سيب يلا اطلق يلا. الله الله الله. هي القذائف عادت من جديد. هو بيسو ينفض من جديد. هي السيئيه. هي بايامها الحلوائيه. هي بذكريات الالقابيه. هي بالبطولات التي رفعت هنا. هي الركنيه الاولى في المباراه. الديشو الثعلب المكار. جول. هو الولد روحه اضاع الاولى سجل الثانيه 1-0 لابناء زود البحر. وعدى وايضا تصنيف من جانب شبه المباراه 1-0 لابناء دوحه. هي التمريرات المعروفه. هي اللمسه الباكره. هو الاسيست اللاعب. هو الاسيست الممتع. هو الولد الديشو مصطفى حامد باستثناء والاروع. 1-0. واحد ما فيش. تمشي الكوره بتمريره في اليمين عند رزق 1 على 1. يختار التمرير الاخطاء الدفاعيه. يا حبيبي يا حبيبي. الله. قصيفه قصيفه قصيفه. الكوره تصطدم بالقائد ومن ثم في الشباك. ساحبه عابره 2-0 في ظرف 3 دقائق لاصحاب الارض والجمهور. 2-0 للفريق الزاوية. كل الشكر لكل السادة الحضور في هذا المحفل الكبير والراعي المهندس احمد يسري حطش على ابداعه وتنسيبه في هذا المحفل الرائع. هم الاولاد هم سيعودون للمباراه مسيره بريئه بالمتعه. سيرجعون للقمه سيفتقدون بالجديد. هذه الصوافه. هذه مملكه الكوره. هذه الصوافه. هذه الالوان الممتعه يا ناس. تمشي الكوره عند دوحه. الغزاله رايقه من دوحه ولكن يسكت. ترجع الكوره عند تفتح اكثر واحد لمس الكوره. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على المرور والتسليمات ولكن تعلو القائم الى ضربه مرمى. مواجهات عديده جمعت بين الفريقين. عربيات بيضاء لو سمحتوا يا جماعه. 18-93 مواجهات عديده جمعت بين الفريقين. الصواف زود البحر مواجهات كانت تتسم بالنديه والقوه والشراسه. اساسا الفريقين عنوان الفريده والروح في خط الساحل معروفه معلومه ثريه مسموعه والمتعه بنصيب كل مجانيه يا ناس. يمشي الكوره بالكعب بالنزله ولكن يفتقدوها الاولاد. تروح الكوره عند المحاربين والولد يرسم عليه الكوره ويخش الكوره يحب الكوره يعيش بالكوره. زود البحر المتنفس الفرنسي الحقيقي داخل بيت حماده. تمشي الكوره عند عبد الله يلعب التيشو بتمرير عند النيلة. الولد المكير الصغير صاحب الامكانيات الانطلاقات الابداعات ياخدها الولد يربح الرهان. خلف يمشي يقبل الخلف يلعب تمريره في الشمال. عبد الرحمن 1 على 1 ما يعديش يعدي. يلعب كوره في اليمين عند تفتح 1 على 1. بطال خلي بالك فنان يلعب عرضيه هذا سريعه التصدي من الترحيب والكوره في جوهر الخيال. كده فريق الصواب انتهاءاتنا في نتيجه المباراه ويسجل هدف مخلص من خلف 2-0. هدف من نصيب دوحه والاخر من نصيب البيسو. الكره عند العباسي يلعب تمريره وفي النهايه الكره الى رمي التماس. مجهود جبار من ابناء زود البحر لصعود هذا الشكل الرائع والمحفل الجميل منذ سابق العهد والبطولات توصف بافضل جوده. الجميع ينحي الخلافات من اجل ان تكون زود البحر دائما محل انظار الكل. هنا انكار الذات. هنا الجميع يعمل في عمليه انتباه من القلب من اجل زود البحر. الكل يا ناس. تمشي الكوره عند عبد الرحمن يلعب تمريره في الامام تلعب الكرات. الكوره عند رزق محاولات جدا من جانب ابناء الصواب في العوده في نتيجه المباراه. كره وتمريره عبد الرحمن المتحرك يلعب عبد العباس في اقصى حاجه. يلعب باسم يلعب تمريره
الانتكاكات على عباسي يلعب كرة في الأمان الجاهل في المكان يلعب بسرعة نريد الإبداع هي مباراة لن تكون إلا شرفية تحكي عن قصة كتاريخ الزاوية وتحكي عن عظمة وإبداع الصواب هي للأشقاء وللمتعة فالعبها كما يجب أن تكون يا بودي تمشي الكرة باليمين عند عباس يلعب عند عبد الله أديشو هو الدينامو لهذا الفريق شوف تحركاته شوف الأماكن التي يظهر فيها من أجل استلام الكرة والربط بين المنطقة الدفاعية والأمامية هو الولد هو يلعب لسرعة امشي يا وليد هو صاحب الأول يلعب لليدو 10 تيشيرت الفنانين الولد رزق بالقتال بالجريبة والكرة في لم التماس الإعلامي القدير كابتن رضا عليوة العالمي في عالم الإعلام المبدع دائما ضربة ركنية الثانية في المباراة يا عيوني هو نفسه هو الولد تيشو هو المايسترو هو الفنان هو الهدف الثالث قد يكون هو التصويبة عبد المعلم نصر منا منه يا بيس اديله انذار دقيقة واحدة وقت وضباع يحتسبها كابتن حسن شغل الحكم القدير صاحب الكاريزما الرائعة دخلت الفواتير وراحت فيها الدكتور عبد الله ابو المجد في حضور المدرب يرجع للكورة التسويبة من تفتح والكورة في ضربة ركنية كل الشكر وكل التحية لكل السادة الحضور هنا في هذا المحفل الكبير أبناء شبرا والسيما أبناء كلنا الفوائد الكابتن مدحت الدين وأيضا أبناء شبرا خيط الحاضرين هنا في هذا المحفل الكبير العريق والعالمي زاوية البحر احنا سعداء يا حبيبي منور الدنيا يا نقدم كل الشكر وكل التحية للكابتن محمد صلاح لمراكز الشباب حاضرة كابتن جمال بيعبد وكل الرياضيين كابتن كريم معلش النهارده يوم احنا بنحتفل بالناس ونرحب بالناس اكثر منه كورة والله كلام مصر دكتور عبد الله ابو المجد طبعا والباشمهندس محمد صلاح وكل الباشمهندس حاج البحر طبعا اللي كلنا النهارده ضيوفه باشمهندس حاج البحر وصلني او نبأ الى علمي انه عامل مقدمه عشاء مكونه من 2620 فرد بعد المباراه الثانيه على طول قلت لنا على بيتك يا باشمهندس متشكرين يا باشمهندس شكرا يا باشمهندس كابتن ياسر السعداني الداخل كابتن رضا كامل ابو مازن شايفه موزع تيشيرتات اهو عنده بكره طبعا بقياده المايسترو كابتن جمال عبد القيوم وكابتن مصطفى مهدي وكابتن عصام عديد عندهم بكره بطوله رائعه على روح علم من اعلام الرياضه البحرويه الكابتن كابتن محمد كارم يطير اليك الميكروفون سريعا بالوصف التفصيلي والتعليق على ما تبقى من المباراه الاولى في افتتاح هذا العرس الرياضي. على فريقين غريب والداخليه للاستعداد للمباراه القادمه بالصافره التحكيميه للكابتن محمد الصافي. شوط اول انتهى بتقدم اصحاب الارض والجمهور بهدفين مقابل لا شيء. الشوط الثاني بدا خلاص تمشي الكوره عند مصطفى حامد الرياض الايسر مصطفى صاحب الاسيست ويلعب تمريره عند توحه ياخدها العباسي ما زالت الكوره تحت اخطاء توحه الصافره تنهي الجدل والاشاره ناحيه الالوان الزواجي ضربه حره لصالح عباس الصواب كوره عند عبد الرحمن واحد على واحد عبده يمشي عند عبده ينضرب يمشي يلعب كوره في الامام يروح لرزقي الصواب يتحصل على ضربه ركنيه الركنيه الثانيه في المباراه لصالح عباس الصواب تمشي كوره تنفذ سريعا والكوره بوقتين تفتح 10 تفتح هو بيلعب تمريره عند القادم التصويبات القويه العباسي تصويبه ضعيفه الى ضربه لصالح عباس البحر بالتاكيد احمد عباس المدير الفني لفريق
يعرفش رزقي، ما يعرفش ودي، يعرف تحقيق القاب بطولاته، ولكن الجمهور على اعصابه يا زلعان ينتصر بطوله قد تكون هي او هو موسم انتكاسه عباس ورحيله عن الاداره الفنيه لفريق زيت البحر، ولكن يعد الجمهور برقم قادم ويبدا هذه البطوله الان. ضربه حره على التنفيذ، تاتا تاتا على التنفيذ، يلعب تمريره ما تعديش من التيشو، ترجع الكره عند العباسي، العباسي في المنطقه الدفاعيه، يلعب تمريره عند تاتا، افضل لاعب لمس الكوره في المباراه من فريق قبل الثوار، يلعب تمريره عند عبد الرحمن، في النهايه الكوره الى ضربه يحافظ عليها توحة، ترجع الكرة لا من نسيب عبد الصواب، تحت في واحد على واحد يعدي يفوز، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الله، ترجع الكرة من توحة يفتحها مرة ثانية الولد تفتح، يلعب تمريرة عند خلف، خلف واحد على واحد يلعب لتفتح، يفكر في تصويبه يعدي يمر يا ولد يا فنان، في النهاية الكرة بين عبد الله، يلعب الدنيا في الأمان السريع من الرد الثالث، يلا امشي للثالث، الثالث يلا التصويبة شكل الولد يمسك كورته على ثالث واحد، والكرة في النهاية بتمريرة يكسر طبعا اشتعلت المباراة وشوطها الثاني، يمشي الكرة في الشمال عند عبد الرحمن، صاحب اللمسة صاحب الكرة ما يعديش من عباس، والكرة في النهاية في ضربة حرة لصالح الصور. مهرجان قوي في بدايته، الاستاذ احمد يسري حرعش يقوم الان بمصافحه الجماهير الحاضره هنا في هذا المحفل الكبير في زاويه البحر، الكل كسبان في زاويه البحر، الكل يعرف جيدا انها مستعمره الكويره في زاويه البحر، يتوقع الدكتور يصور التصويبه في النهايه الكره الى رمي التماس، رمي التماس تنفذ تاتا تاتا واحد على واحد، تاتا يدور على الدعم يلعب ولكن تصطدم بالدفاع، ترجع الكره التصويبه صاروخيه من الولد رزقه، ولكن في النهايه الكره الى ضربه مرمى، وما زالت النتيجه تقدم زاويه البحر بهدفين مقابل شيء. اعتقد هناك تبديل في صفوف الفريق الزاويتي بنزول الولد شيحه في المنطقه الدفاعيه وخروج توحه، ايضا نزول احمد رمزي السي ار 7 وخروج توحه، ونزول محمود شعبان وخروج ولي، تعديلات فنيه يجريها احمد عباس بمساعده محمود برجع في الخطوط. كرة الوطن الانقاذ بالراس، الكرة تقدم هو تفتح هو الولد المبدع، هو يلعب عند خلف اليساري، واحد على واحد يختار التمرير، الكعب ما تعديش يمشي شيحه من تيشيرت خمسه، من تيشيرت خمسه يلعب كره تمريره مرت من تحت اقدام رمزي، المنسى واللعبه الهجمه والكوره، ولكن في النهايه الكوره بين اقدام شاطر، يلعب تمريره وتدخل قوي. اعتقد هناك بطاقه صفراء دينجرس بنيز، وبطاقه صفراء يحتسبها الحكم الدولي القدير كابتن حسن شف. الصور التذكاريه والحضور الرائع والمدوي لجميع مراكز شباب الحماده الحاضره منذ فراغ جيدين، اعتدنا منهم جميعا واعتدنا منهم دائما على الادب والاحترام، علمونا وتعلمنا منهم قيمة الروح الرياضية في الملاعب داخل بن حمادة، ما زال يأتي التاريخ شاهد، التاريخ حاكم، كرة القدم داخل بن حمادة تدار بإحكام يا سادة، منذ تولي المهمة هي الكابتن مدحت عزيز، وما زالت الأمور تسير على ما يرام، تمشي الكرة عند توحة، يلعب تمريرة في الأمام، تدخل قوي، سلامات محمد، تدخل قوي واستضاف لاحد الجماهير الحاضره دائما وابدا في مهرجان زاويه البحر، التكدس الجماهيري تشاهد في بدايه المهرجان وحتى ختامه، نظرا لان هذه البلد تعشق الساحره المستديره، تهذب دائما
الحاضر في كل المحافل الرياضيه بعنوان الاحترام والاخلاق العاليه. المستشار ابراهيم يوسف يقدم كل الشكر وكل التحيه لكل ابناء شبرخيت وابناء تاي البارود، الاعلاميين الكبار دابو واحبابه، والجميع في هذا المحفل الجميل. كرة اليد نقدم كل التحيه للكابتن محمد خليل، علم من اعلام الرياضه داخل شبور، الكابتن عادل منتصر المحنك والقدير في عالم الاعلام الرياضي. الاخطاء تخطا في هذه الاماكن تدفع الثمن. عبد الله يمر مرور الكرام، يلعب تمريره في اقصى الجبهه اليسرى. 2-0 نتيجه المباراه الى الان. كرة من رمزي بالكعب، هو رمزي وما زالت الرائحة العطرة في أقدامه. رمزي يلعب تمريرة عند شعبان محمود، يلعب عند الديشو مصطفى، حيران الكرة في وسط الملعب. في النهاية يكسب الرهان الولد يوسف، يلعب تمريرة عند خلف يمشي، يلعب كرة في الأمام عند الدكتور مختار حد الباقي سهل. رحمة الله على الحاج عبد الباقي سعد، علم من اعلام الرياضه دائما، الثلاثي الذي ابدع دائما، الذي اعطى تميز منقطع عن نظير. الحاج عبد الباقي سعد، الاستاذ فتح الله سيف الدين، الاستاذ فتح الله صقر، رحمة الله على الجميع. تمشي كورة بتمرير شبري، هو واحد من يسجل يا شبري، هو واحد من يسجل يا شبري، هو عبد الله يا شبري. هي في الاساس حكر لعبد الله الاهداف المسجلة من هذه الاماكن، ويسأل الجميع. تمشي كورة عند كابتن محمد الصافي، يحضر عند الاذاعة كابتن محمد الصافي. تمشي كورة بتمرير عند مصطفى، يلعب تمريره في اليمين عند احمد رمزي، تمريره وتلعب الكره اكثر بالراس لصالح عبد يسار البحر. كره وتمريره في الامام الثالث يعدي الفوز الوقوف في اعضاء حارس المرمى. تمشي الكره في مشروع مرتده، ربما اذا فعل بالصواب الى الوجه الجديد. الكره عند تفتح 1-على-1، يعدي الفوز يا ولد يا فنان، يعدي من محمود، انتفاع محمود يكبر محمود على ضربه بضربه صفراء من نصيب بطه، والكره في ضربه حره من على مدار منطقه الجزاء لصالح تفتح. موهبه فريده من نوعها، نتذكر تفتح في مرحله الصغر وتحديدا في ثالثه اعدادي. توقف عن ممارسه الكوره، كان هدفه ان يصبح مهندس، وبالتاكيد والان تخرج من كليه الهندسه واصبح مهندس. حقق اهدافه الثالث ما يعديش، الثالث ما يكملش، الثالث ما يمرش. تمشي الكوره عند شبرو، يلعب تمريره يوصل جبهه اليسرى، هو تفتح المايسترو، هو يمشي تفتح يعدي. امسكوه شدوه امسكوه، لم تستطيعون ايقافه الا من استاكت تدخلاتنا. ضربه حره لصالح فكره المباراه. الولد تفتح لاعب الصواب. 2-0 النتيجه الى الان لصالح الالوان الفسفور. كل الشكر هي الكابتن ايمان عبد الوليد، تاريخ نادي بن حماده، والكابتن مدحت اديب، والكابتن مصطفى حامد. كل الشكر. تمشي الكوره في انطلاقه ولكن يفتقوها الاولاد المحاربين، والتماس من نصيب عباس. يلعب تمرير عند الديشو بكرة طولية في الأمام، منسوب اللياقة البدنية الآن يرجح كابتن أبناء الصواب في شوط المباراة الثاني. التبديلات لن تبدي نفعا، ولكن المباراة هي تحضيرية من أجل البطولة. تمشي الكرة فيه ضربة حرة لصالح أبناء الصواب. كل الشكر للكابتن جمعة العنقار الاعلامي في قناة الشمس الحاضر هنا في هذا المحفل الكبير. كل الشكر للكابتن ابراهيم العيوني، الكابتن هيثم نصير، الفنان القدير المايسترو ابن بولين الفوائد. كل الشكر للكابتن عباس عصران. الكل يا سادة، الطب يمشي والكورة بعد بعض الشيء ما زالت تحت اقدامه، يتحصل على
التسجيل الاول والجبل الاول الى النبيع عبد الله عبد الله عبد الله الاسد والسد المنيع الحارس العملاق المتميز القدير الكبير الحارس الذي لقب بين السور الحارس الذي حمل العديد والعديد من الالقاب والبطولات يتصدى لفرصه هائله ورائعه وكانت قريبه لتسجيل ابناء الصوافه. تمشي الكوره عند جده الكوره فقدها متخلي تروح الكوره التمرير عند الدكتور يفتقد الدقه في التمرير ياخذ الكوره محمود شعبان بالرتم البطيء قطع يمسك الكوره ما زالت تحت اقدامه يعني الكوره ابرز اساسياته التحضير التحضير يا محمود تمشي الكوره بتمرير في يا ولد يا ولد يا ولد خلف يلف وسطه 180 درجه يسجل باسراع الهدف في مرمى سيد البحر في الثواني الاخيره 2-1 يرفع ايده كابتن حسن شبل تجي 2 وقت من الضائع واحتسبه حسن شبل 2-1 تروح الكوره على مصطفى محاوله لتسجيل الثاني الواد ما تعديش يرجع الكوره مره ثانيه يحتاج صاحب الهدف يمشي عند الدوق يمشي يا دوق يمشي يا دوق يمشي يا دوق ما يعديش ما يمرش الكوره في النهايه بين اقدام الولد دقه كابتن عباسي عصران كابتن محمد حسن هنستمتع بهم في التعليق على المباراه القادمه مباراه التاريخ والداخلي. تمشي الكوره عند شيحه يلعب تمريره بافضل تمارين عند البيسو يقترب من خواتيم المباراه. كل الشكر وكل التحيه وكل القادات الكبيره الكابتن جمعه محمود ابن ابراهيم طريقه رئيس مجلس اداره مركز شباب تونستا المستشار اكرام يوسف الاستاذ احمد يسري حرحش راعي هذا المهرجان المهندس محمد حرحش كل القناه الرياضيه الحاضره هنا في هذا المحفل الكبير ومراكز الشباب وممثليها كنتم دام حضوركم تبواتم من هذا المحفل الكبير اجمل مشاهده على الاطلاق كما نقدم كل الشكر وكل التحيه لكبار ابناء سوة البحر من علمونا احترام الطب من علمونا الكرم والاخلاق. دائما سوة البحر تصدر وتقدس العادات والتقاليد. سوة البحر لها مكانة كبرى باحتفالاتها بابداعات في كل مكان يا سادة وما زال المشهد باقي وقادم تتناقله الاجيال من جيل لجيل. اسالوا الفيساوي اسالوا احمد سعيد اسالوا محمد عويضة اسالوا محمد رمزي اسالوا خالد عبد الله اسالوا محمد جمعة اسالوا الكل يا سادة اسالوا رضا اسماعيل الجميع يعلم قوة سوة البحر وابداعات وتصدرها المشهد لاعوام واعوام. في هذه اللحظات يطلق حكمنا القدير كابتن حسن شبل سكورة موضع ناس المباراة الممتعة بانتصار وتقدم ابناء سوة البحر بهدفين مقابل هدف. الان يكون